كانت متوازنه. يمكن فريق الوداد البيضاوي جا في قرعه مزيانه، السيتي، اليوفي، العين. ثلاثه الفرق كبار. العين بطل اسيا، عنده فريق كبير، اكيد انه غيوجد فريقه وغيدير انتدابات مزيانه. السيتي بلا ما نهضروا عليها، واحد من احسن الانديه في العالم في الست سنين الاخيره. اليوفي كيبقى اليوفي بالتاريخ ديالو، بالاسماء ديالو، واخا في مرحله انتقاليه ملي كتبقى لا يوفنتوس، فريق كبير. والوداد ثاني احسن فريق في افريقيا من بعد الاهلي. جروب مزيان. فريق الوداد البيضاوي عنده مرحله باش يلعب مع انديه كبيره عالميه. فريق الوداد باش نكون واقعيين، المشاركه انا بالنسبه لي المشاركه يعني مشرفه للمغرب، مشرفه لافريقيا. اللي كيبقى هو الاستعداد ديال الفريق. الاستعداد ديال الفريق راه ماشي اي فريق غادي يمشي غادي يكون يعني غادي يمشي باش يدير توريزم ولا هذا. راه اللاعب اللي غادي يمشي راه غادي يدير لو ماكسيموم. لو ماكسيموم سافو دير بان المدرب والمسؤولين وبالنسبه ليا لو ستاف وهذا واللاعبين راه كلهم غادي يكونوا في يعني خصهم يديروا الماكسيموم. وملي كدير يعني كتمشي باش تأدي واحد سيرتو هاد المقابلات اللي كتكون دوليه وهذا، وانت كتكون ماشي انت هو اللي مرشح باش دي هاد الكاس ولا هذا راه في حد ذاته مشكل. الفرق اللي خصها تكون عندها. انا بالنسبه لي الوداد جات في واحد الظرف اللي اولا بحكم هاد الكاس اللي داروا جديده وهذا من المشاركه ديالها، هذا اولا تتويج لفريق الوداد والكره المغربيه، او هذه وحده. ثانيا بالنسبه للاعب اللي غادي يمشي ديال فريق الوداد غادي يمشي باش يمثل الكره المغربيه، وما غاديش يكون بواحد يعني غادي يمشي باش يدير توريزم ولا هذا. غادي يمشي باش يلعب الكره وغادي يدير تا هو يعني كنعرفوا الكره راه كاين فيها انهزام، كاين فيها اللي كيبقى هو يعني هذيك لا موتيفاسيون ديال اللعابه. بالنسبه لنا حنا كمتتبعين خصنا دائما تكون المواكبه تكون ايجابيه، لحقاش هذا اللاعب تا هو راه كيتصنت، اللاعب تا هو راه كيسمع، اللاعب تا هو راه خصو على الاقل يسمع من الناس اللي قراب ليه ومن البلد اللي كاين فيه، يسمع بان راه كاينه الثقه في اللاعبين، راه كاين هذا في حد ذاته. راه غادي نرجعوا نهضروا على لي ديتاي وشنو اللي خاص الوداد يديروا باش يوصل مزيان لهذا الكاس العالميه. ولكن قبل ذلك طارق الضروري كيقول لنا ناخذوا غير فاصل. نهضروا على فريق الوداد البيضاوي. البارح فاش شفنا القرعه ديال كاس العالم حسينا بالقيمه الكبيره اللي وصلت لها فريق الوداد البيضاوي، اللي وصل لها الوداد. قيمه كبيره، تواجد في كاس العالم في قرعه بحال هذه في هذه المنظومه العالميه مهم جدا. من بعد القرعه حسينا كذلك بالقيمه اللي غتكون عند الوداد من هنا حتى تلعب هاد كوب دي موند. لان بحال دابا البارح لاباج اوفيسيال ديال السيتي اللي فيها 51 و 52 مليون كيهضروا على الوداد. لاباج ديال اليوفي اللي فيها واحد 48 ولا 49 مليون كيهضروا على الوداد. لاباج ديال العين، هادو كلهم كيهضروا على الوداد البيضاوي. البارح النجوم العالميه كيهضروا على الوداد البيضاوي. لي بلاطو ديال العالم في فرنسا، في السبليون، في العالم، في الانجليز كيهضروا على فريق الوداد البيضاوي. كنظن بان الوداد خصو يستثمر هاد المساحه الكبيره اللي خدا سورتو في القرعه، سورتو من هنا حتى يبدا الكوب دي موند. وجوستومون ان الوداد التواجد ديالو كذلك كاينه جاليه مغربيه كبيره في ميريكان. الوداد البيضاوي الان مسؤولين ديالو على راسهم هشام يتمنى خصو يستغل هذا الوضع اللي وصل له الوداد، هذه القيمه اللي ولات عند الوداد على الصعيد العالمي بالتواجد ديالها في هذا المحفل. وي كاين دعم مالي كبير اللي غياخذوا الوداد، ولكن الوداد خصو يستثمر هذا ما وصل ليه فريق الوداد البيضاوي دابا. مكان اللي ولاو كاين الناس كيهضروا خصنا نستثمروها في كل ما هو ماركتينغ، في ما هو سبونسورينغ. مهم جدا الحاج. كتشوف العالم البارح السيتي الوداد، الناس المحللين اللي كرون جوار لي بلاطو كيهضروا على غيلعبوا مع الوداد مع بطل افريقيا. لا ميم شوز اليوفي شنو في لي باج ديالهم الناس لي رياكسيون، الناس كيهضروا في الطاليان، في الانجليز، في الامارات. وهذا في حد ذاته خصنا نستثمروه الحاجه. بالنسبه لي انا هذا شيء طبيعي، لحقاش الاعلام ولا هذا في اي تظاهره رياضيه كبيره هذه اولا سابقه كاس عالميه
الانديه يعني في هذه النسخه ديالها اول مره دارت يعني، وبحكم يعني الفريق الوداد هذه السنوات الاخيره، وتحيه الناس المسؤولين القدامى على الفريق اللي خلاو الفريق يعني في هذه المراتب هذه، وفي هذا يعني يعني وصلوا لهذه العالميه، وصلوا لهذا المستوى. هذا وتا اللاعبين اللي دازوا، اللاعبين اللي خلاو فريق الوداد يوصل لهذا المستوى هذا، تحيه لهم كبيره. كيبقى باش تحافظ على هذه المكانه ديالك كيف قلت عادل، وكيف الناس خصهم يعرفوا يعني ملي كتكون اشاده على الصعيد العالمي، حيت الاعلام دابا العالمي لا كنعرفوا شنو هي الرياضه، كنعرفوا شنو كره القدم بالخصوص، يعني الصعيد العالمي كاين واحد متابعه كبيره وكبيره جدا. دابا حاليا كيف قلتي الوداد خصو يستثمر هذا الشيء اللي وصل ليه فريق الوداد، بحكم اولا غادي يمثل الكره المغربيه، بحكم بانه غادي يلعب مع فرق اللي عندها تاريخ وعندها قيمتها على الصعيد العالمي. وتا بالنسبه لي كنقول قيمتها هو اللاعبين اللي عند هذه الفرق، لا تكلمنا على السيتي، لا تكلمنا على الريال، لا تكلمنا على هذا، لاعبين من احسن اللاعبين اللي كاينين على الصعيد العالمي. انا كنعاود ناكد بان فريق الوداد ولا بدا خصو فريق ديال المنافسه، فريق اللي خصو ينافس يعني بشرف، والفريق اللي خصو ينافس باش يعني باش يمثل الكره المغربيه احسن تمثيل. كنعاود ناكد بان كل شيء ممكن اللي كيبقى باش توصل لهذا، يعني خاصك معطيات كثيره، خاصك العمل، خاصك الجد، وخاصك حتى بالنسبه للاعبين شكون هما اللاعبين اللي خصهم يوصلوا لهذا باش توصل هاد لافان سيزون هادي، شكون هما هاد اللاعبين اللي غادي يكونوا عند فريق الوداد، يعني سيرتو انتدابات اللي كنتمنى انا باش يكونوا شي انتدابات في هذا الميركاتو هذا، باش تكون عندك واحد القوه، باش يعني عندك انتظارات كثيره. وهذا الانتظار انا بالنسبه لي عندك البطوله المغربيه. البطوله المغربيه ماشي سهله باش واحد يقول بان الا جيتي لاعب البطوله المغربيه كاين فيها مشكل، لحقاش عندك بعض التحديات، عندك مع فرق اللي كتعرف شنو الفريق، كتعرف المهم. وبالنسبه لي انا كاينه الكاس ديال كاس العرش، اذا عندك واحد التحديات باش تجعل من الفريق يكون عندك فريق اللي يكون باش توجد راسك. واخا الحاج يمكن احنا الان كنهضروا على فريق الوداد البيضاوي اللي الان مطالب الا بغى يمشي يشرف الكره المغربيه، مطالب الان باش اول حاجه يدير انتدابات في هذا الميركاتو، خاص يجيب لاعبين في مستوى كبير، لان خاص تهز النيفو. كنكون لاعب على البطوله ولا لاعب على كاس العرش، ماشي هي تسالي البطوله غتدخل تلعب كاس العالم للانديه. ماديا الان الوداد الحمد لله ما عندهاش مشكل، كاين الفلوس، كاين كل شيء. الان خاص الوداد يدير ميركاتو في المستوى باش يجيب لاعبين يبقاو مع هاد 6 شهور هذه اللي جايه، يدخلوا في المنظومه، يعطيو لو بلوس، ومن تما لتما فاش يسالي العام هذاك 10 ايام اللي كتبقى اللي غيتحل فيها ميركاتو خاص لهاد كوب دي موند، تبقى غير لي غوتوش. مي كنظن بان هذا الميركاتو الوداد مطالب باش يدير انتدابات في مستوى كبير. طبيعي ما يمكنش دابا. هو اللي شوف ملي كتكون تمشي بلا لوجيك ديال كره القدم، المنطق ديال كره القدم هو بانك دير فريق عندك يكون نموذجي، فريق اللي عندك كيف قلت انتظارات اللي ماشي سهله. اولا عندك البطوله، ثانيا عندك كاس العرش، ثالثا عندك هذه الكاس العالميه او لا. انا كنعاود ناكد بان حتى المسؤولين على الفريق خليها السي عادل، ملي اي واحد ديز من التيران غتسيني ليه. هذه ظاهره ولات غريبه في كره القدم، ولا اي واحد كينتمي بحال مثلا هذا برازيلي ارجنتيني ولا هذا نسيني ليه. عندك لو بروفيل ديال الفريق اللي بغيتي انت، اللاعب المزيانين باينين حاجه. لا شوف اللاعب مزيان، السميه كلشي كيقول لك اللاعب مزيان عادل، وخاصك دير واحد الفريق كيف قلت، فريق اللي غادي يلعب معاك يعني انت كمدرب وانت كمسؤول كرئيس وانت كمكتب. وتا بالنسبه لي انا خاصو يكون هذا اللاعب اهل باش يلعب في الفريق لهذا كيف قلنا لهذا المستقبل ديال الفريق، وسيرتو الكاس العالم ولا كاس هذا الكاس الانديه ديال اللي ماشي سهله. هنا اش كيبقى هو التدبير ديال الفريق، كيفاش غادي تدبر من ناحيه من المسؤولين. حيت الا كان عندك مسؤولين كاين شويه تسرع ولا هذا ولا يبداو الناس بحال مثلا هذوك اللي كنعرفوهم لي زاجون دو جوور، اللاعب اللي بان جيو هذاك راه غادي يعاونكم، هذا انا كنظن غادي تمشي. عندكم مدرب، عندكم طاقم تقني،
طاقم تقني راه هو مع المدرب كيعرف شنو الخصائص اللي عنده في الفريق. غادي يكون داك الشيء خصو يكون معقلا، واحد 4 ولا 5 لاعبين باش يكون عندك. ولكن لا بديتي كتفكر بانك تبدل واحد 7 ولا 8، اولا غتدخل في واحد المرحله ديال المشاكل مع اللاعبين. ثانيا غادي تدخل بانك غادي يكون عندك انت كمسؤول عدم الاستقرار، انت عندك انت شخصيا غادي تعود تفكر كيفاش تفك هذوك لي ليتيج، كيفاش اونفا ماشي لي ليتيج، كيفاش تفك مع هاد اللاعب، كيفاش تجيب. خاصو يكون عندك واحد الطاقم اللي معروف او المدرب ثاني لو ديريكتور سبورتيف الا كان لو ديريكتور تكنيك هذا، وسيرتو لو ديريكتور سبورتيف، ودير اشنا هو الخاص دابا المدرب الا جلستي معاه راه غادي يعطيك لي بوان فيبل ديال الفرقه. راه لعب معاهم دابا 12 مقابله ولا 13 مقابله، عارف فين كاين الخلل. اكزاكتومون. دابا انت بلا ما تبقى تفكر ويجي عندك واحد يجي عندك يعيط لك في التليفون ولا هذا يقول لك انا جبت لك لاعب، انا جبت لك هذا. عندك مدرب دابا اللي كيعرف الفرقه 12 13 فريق 13 مقابله، عاود زيد لي ماتش اميكو، عاود زيد يعني بزاف المقابلات اللي دارت. دابا كيعرف الفريق، كيعرف اشنو هو الضعف ديال عند الفريق ديالو سيرتو في بعض الاماكن، كيعرف حتى شنو هي القوه اللي بغى يكون قوي خاصو هذا المكان يجيب لي لاعب، وشكون هو هذا اللاعب اللي خاصو يجيب. وتا المدرب يكون على علم بعض اللاعبين، لحقاش المدرب تا هو راه كيعرف اللاعبين كيعرف هذا، وباش تكون الامور مضبوطه. الا كان مشى شويه ديال التهور ويقول لك انا بحال مثلا غادي يقول لك الفلوس كاينه الفلوس، غادي تدخل الفلوس، غادي نجيب هذا راه في حد ذاته مشكل. غادي يولي تسرع، غادي تولي بان اي لاعب بان ليه بانه راه عنده الفلوس ولا شي واحد غادي يقول لك نمشي للوداد ولا هذا راه مشكله تطرح. اللي كيبقى هو الاستقرار. ملي كنتكلموا على الاستقرار التقني بالنسبه للفريق، والفريق ملي غادي تجيب واحد 3 ولا 4 لاعبين باش تزيد تقوي الفريق ديالك، وتا هذاك اللاعب اللي غادي يجي راه غادي يعرف بان كاين دي زوبجيكتيف ديال الفريق، راه هو بانه غادي تلعب كاس العالم الانديه. حيت اللاعب اللي غادي يجي عندك خاصو يكون نيت هو مؤهل واهل هذيك التظاهره اللي جايه ولا هذيك الكاس اللي جايه. حيت جميع الفرق ديال الصعيد العالمي ملي كيكون عندهم بحال مثلا في اوروبا ملي كيكون عندهم تشامبيونز ليغ ولا اي كاس قاريه، اش كيديروا واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي غادي يسيروا بها البطوله ويسيروا بها بحال مثلا الكاس هذاك. ماشي غادي تجي ونسمعوا بان الوداد غتدخل بحال 50 مليون ولا هذا ديال هذاك، وغادي نجي وغادي اللي جا عيط في التليفون. حيت هذا اشكال كاين في المغرب. دابا خصهم يضبطوا الامور. الا ما ضبطتيش غادي تجيبها في راسك. لا ما ضبطتيش غادي تكون عندك تا بالنسبه للبطوله. والبطوله ماشي غادي تكون سهله. البطوله راه ماشي سهل باش توجد هذه الكاس هذه، راه خصك تلعب بطوله في مستوى عالي، لحقاش خصك تغير من الفريق. غادي تغير واحد 4 ولا 5 لاعبين. ثانيا خاصو يكون واحد يكون هذا سميتو بالنسبه لا كويزيون ما بين اللعابه وهذا، وعندك انت حيت الهدف ديالك انت كمدرب وكتقني وبالنسبه لي كلاعب وكمسير الاهداف باينه مسطره. خاص كل شيء انخرط في هذا المشروع هذا، ونتمناو الخير ان شاء الله. نتمناو الخير، وفريق الوداد البيضاوي يوجد مزيان لهذه الكاس العالميه ويقدم مستوى كبير يليق بسمعه كره القدم الوطنيه. داكور حنا